دخلت الحمام وانا بقول له مش عارفه اكلمك. هو انت ليه مش عايز تبطل تتصل بيا؟ كده هتوديني في داهيه. انت كده هتفضحني وهتبوظ لي كل حاجه، وهتعرف كل الموجودين ان انا خاينه. بقول لك ايه، سيبني لما اعرف اكلمك هكلمك. وفي الوقت ده قفلت السكه، وساعتها بدات اخد الدش بتاعي. لكن المصيبه ان وانا بحضر الميه وكنت قلعت هدومي، ساعتها اتصدمت لما النور اتطفى. والمصيبه بقى ان لقيت حد بيشدني وشغل عليا الميه السخنه المغليه. وساعتها اتصدمت لما دورت وشي وشفتها انها حماتي. مش بس كده، ده انا لقيتها ضربتني. وفي الوقت ده ما حسيتش بنفسي ووقعت من طولي. لكن الصدمة لما فقت ولقيت قدامي سيلفي. وساعتها كان معايا في الحمام، وانا كنت بالمنظر ده قدامه. واللي حصل منه بعدها بجد عمره ما كان يخطر على بالي، ولا كنت اعرف ان دي نهايتي، ولا كنت اعرف ان اخرة الحرام والخيانة هتبقى بالبشاعة دي. اسمي منى، وسني 30 سنة، وحكايتي صعبة جدا لكنها بتحصل. ولكن قبل ما نبدأ الحكاية محتاجين لايك وشير كتير علشان توصل لكل المتابعين. وحكايتي بدأت لما كنت واقفة قدام أبويا، وكانت عمتي واقفة. وساعتها قلت لها انتي مالك يا عمتي؟ ليه بتقومي أبويا عليا؟ ما تسيبيني اتجوز اللي أنا عايزاه. هو انتي عايزاه ليه يهدم حياتي؟ لقيتها بتقوله ما عرفتش تربي يا إبراهيم. شايف بنتك بترد عليا ازاي؟ بنتك قليلة الأدب وما تربتش، ما لقيتش حد يلمها، بس أنا بقى هعرف أربيها. ساعتها قال لها اعملي اللي انت عايزاه، اعملي فيها زي ما انت عايزه، انا ماليش دعوه، مش هتدخل. ساعتها قلت له يعني ايه؟ يعني انت زعلت امي وعملت معاها مشكله ورميتها في البلد علشان تخلي عمته تستفرد بيا؟ لقيتها بتقولي هو انت شفت انا هعمل فيكي ايه؟ ده لسه اللي هعمله فيكي هخليكي تتعلمي الادب بجد. وساعتها فعلا ما تخيلتش انها هتعمله فيا، لانها تاني يوم اول لما صحيت لقيت نفسي متكتفه وعلى السرير. وساعتها جابت ممرضة ودخلوا هما الاتنين. وساعتها فضلت أصرخ على اللي عملوا فيا، لأنها وقتها صممت إنها تعمل لي عملية ختان، رغم إن أنا عمري وقتها كان 23 سنة. فضلت أصرخ كتير وأعيط، وما لقيتش حد ساعتها ينجدني. فضلت أصرخ كتير لحد لما أغمى عليا. والغريبة إن أنا فقت بعد مدة كبيرة جدا، وكنت في المستشفى لأن ساعتها حصل لي نزيف. والغريبة إن أبويا وعمته طبعا هربوا علشان المسؤولية وما يروحوش في داهية. وساعتها طبعا كان اتصل بأمي عشان تجيلي المستشفى. وفعلا ماما فضلت جنبي، ولقيتها بتقولي خلينا نعمل فيه بلاغ، خلينا نوديه في 60 داهية. ساعتها قلت لها ما ينفعش يا ماما، أنا خايفة منه، مصيره يرجع. لو رجع البيت هيعمل فيا ايه بعد كده؟ ما تاخديني انتي معاك البلد. لقيتها بتقولي برضو ما ينفعش، اهلي حالفين ان هما مش هيسيبوه علشان اللي عملوا معايا قبل كده. دول كمان لو عرفوا ان انا جيت من وراهم هيزعلوا مني جدا، بس انا ما قدرتش اعرف ان انتي في الحالة دي وما جالكيش. ساعتها قلت لها معقول يا ماما؟ يعني انتي كمان هتسيبيني وترجعي البلد؟ لقيتها بتقولي مفيش حل غير ده، يا ريتك اقدر اخدك معايا او حتى اكون معاكي، بس انتي عارفة بقى، خلاص اهلي بقى يعندوا معايا، مش هينفع يسيبوني مع ابوكي مرة تانية. ساعتها قلت لها طيب خليكي معايا لحد لما ابقى كويسة. ساعتها ماما قدرت تتحدى اهلها فعلا، وفضلت معايا وفضلت تراعيني لحد لما عدى كام يوم. ولما بقيت كويسة وقدرت اقف على رجلي، ساعتها اتفاجئت ببابا دخل في يوم، وساعتها قال لها يلا اطلعي بره، ما بقاش ليكي اي لازمة. ساعتها طبعا كان الموضوع عدى، وما كانش ينفع طبعا اعمل بلاغ فيه. فضل يبهدل في امي لحد ما مشاها فعلا من البيت، وكل ده عشان يستفرد بيا. خلاص كان ضامن انه مش هيروح في داهية، وفضل يستقوى مرة تانية. كنت اوقات بستغرب ان ده ابويا، وان انا من لحمه ودمه، وبيعاملني اسوأ معاملة بالطريقة دي. وساعتها قلت له طيب انت عملت اللي في دماغك، وخليت عمتي توجعني وتعمل اكتر حاجة جرحتني في الدنيا. خليني بقى دلوقتي اتجوز الانسان اللي انا اخترته،
خصوصا ان ده مش هيضايقك في حاجة. يعني انت حتى مش بترفض احمد علشان مشكلة فيه، انت بترفضه عند فيا بس. لقيته بيقولي ما عنديش بنت تختار عريسها، انت لازم تتجوزي اللي انا اقولك عليه. وعلى فكرة بقى، عريسي جاهز خلاص. ساعتها كنت هتجنن، قلت ان هو بيقول كده وخلاص علشان اسمع كلامه. لكن عدى الوقت والكلام اللي قاله ده بقى حقيقة، ولقيت نفسي قاعدة مع عريس لا كنت اعرفه قبل كده ولا كنت عايزاه، خصوصا ان انا عايزة واحد تاني وبحبه. فضلت قاعدة غصب عني يوم ما جه العريس. لكن المشكلة بقى ان بابا قرا معاه الفاتحة من غير حتى ما ياخد رأيي. وساعتها حاولت ان انا اهرب، لكن ابويا اول واحد مسكني واخدت حتة علقة وقتها حرمتني ان انا احاول اهرب مرة تانية. والمشكلة ان عدى يا دوبك اسبوع، وساعتها عرفت ان احمد نقلوه المستشفى وكانت حالته خطر لانه حاول الانتحار. وساعتها كنت حاسة ان حياتي كلها بتتدمر، وكل ده عشان عندي اب قاسي ما بيشوفش غير نفسه وعايش في افلام زمان والتحكمات اللي ملهاش اي لازمة. ده حتى بيعمل كل ده بدون اسباب، لمجرد ان هو عايزني اكون تحت امره، ولمجرد ان هو كان نفسه يخلف ولد وجيت انا بنت. المشكلة بقى ان كل اللي حصل لي ده غير شخصيتي تماما. وساعتها اخدت الدنيا تحدي. وفي الوقت ده وانا لابسة فستان الفرح لقيت احمد كلمني، ولقيته بيقول لي تعالي نهرب، تعالي دلوقتي امشي بسرعة. ساعتها قلت له لا مش ههرب، هواجه كل حاجة، وانت النهاردة هتنام جنبي وكمان في شقتي ومعايا في نفس الأوضة، والعريس ده مش هيلمسني. لقيته بيقول يا سلام، وهتعملي كده ازاي؟ ساعتها قلت له لازم احط راسه في الطين طالما هو عاند معايا وطالما بيأذيني. انا اكتشفت النهارده ان هو كمان بيشتغل في الفلوس. ايوه يعني بيسلف الناس وبياخد فوائد، اسمه ربا، وكل فلوسه حرام. وعلشان كده كل كمان تصرفاته غلط وما فيهاش اي انسانية. كان واحد النهارده بيتخانق معاه وبيدعي عليه وكمان ظالم. ساعتها لقيته بيقولي بس انا خايف جدا من اللي بتقولي عليه. ساعتها قلت له ولا تخاف ولا حاجة، هتشوف انا هعمل ايه. وساعتها فعلا روحت البيت مع عريسي وحطيت له منوم ونام فعلا قدامي. وفي الوقت ده جبت احمد وفضلت سهرانة معاه طول الليل. ما لمسنيش في الوقت ده، لكن عدى الوقت وبقينا كل يوم نتقابل، وده طبعا بعد ما نايم عريسي. وفضلنا يوم بعد يوم نتكلم مع بعض ونسهر طول الليل. لكن في يوم لقيت وقتها احمد بيقرب مني، ولقيته بيقولي ما تقلعي، اقلعي هدومك دي بقى وخلينا ناخد راحتنا في يوم، مش انتي برضو بتحبيني وانا بحبك؟ قلت له احمد، انا قررت ان انا اخون جوزي لكن انا ما قدرتش اعمل كده، مش عشان هو ما يستاهلش، بس عشان انا مش عارفة اعمل كده. احنا بنحب بعض، يعني انت لازم تستنى لما اتطلق ونتجوز احنا الاتنين؟ لقيته بيقولي طبعا طبعا انا اكيد هعمل كده. معرفش ليه كنت حاسة انه اتغير من ناحيتي، ولكنه ما قالش حاجة بعدها ولا بين حاجة. المشكلة ان جوزي كان وقتها حاسس ان في حاجة غلط، وعلشان كده سمحت له كمان ان هو يقرب لي، وده كان غصب عني. بس انا كان لازم اثبت له ان انا مفيش اي حاجة جوايا. انا كل اللي كنت عايزة اعمله ان اعيش مبسوطة مع الانسان اللي بحبه، على الرغم ان انا كنت عارفة اللي بعمله غلط وبرضه خيانة. عدى الوقت وكل حاجة كانت ماشية تمام، لحد لما حماتي حصل لها ظروف وجات تعيش معايا في نفس شقتي. وساعتها بقى ما كانش طبعا ينفع اعمل اللي كنت بعمله. كنت فاكرة انها جاية عشان ظروفها دي، لكن انا بعد كده لاحظت من كتر ما هي كانت بتراقبني في كل حاجة بعملها انها جاية قصد ان ابنها حس ان في حاجة غلط، وعلشان كده طلب منها انها تسكن معايا في نفس الشقة. بس انا قلت ولا يهمني، وهعمل برضو اللي انا عايزاه. وفعلا عدى الوقت وانا كنت بحط لها هي وابنها منوم وافضل طول الليل مع احمد، لحد لما في يوم ساعتها احاول يقرب مني جامد جدا، وساعتها اتخانقت معاه واضطريت ان انا اطرده من البيت. وفعلا طردته، لكنه من بعدها بدأ يتصل بيا كتير وكان متعلق بيا زي المجنون.
وساعتها بدأت تاخد بالها أكتر وأكتر حماتي، ولقيتها بتقولي هو مين اللي بيتصل بيكي دايما، وخصوصا وجوزك مش موجود. أظن إن أنا اتصلت بابني ولقيته مش بيتصل بحد ولا بيكي، ولا لقيته مشغول أصلا. ساعتها قلت لها مين قالك إن هو ابنك؟ دي ماما، ماما هي اللي بتتصل بيا دايما. وساعتها سبتها ودخلت الأوضة، لكنها جت ورايا ولقيتها بتقولي طيب افتحي تليفونك كده ووريني الرقم اللي لسه رن عليكي، لو ده مامتك كلميها قدامي وخليها تسلم عليا، لأن نفسي أتعرف عليها جدا، خصوصا إن انتي قلتي إنها طيبة وحنينة. ساعتها قلت لها لا، ماليش مزاج أكلم أمي دلوقتي، وبعدين هو حضرتك عايزة إيه بالظبط؟ وليه تتدخلي في تليفوني؟ على فكرة أنا بحب جدا يكون ليا خصوصيتي، وما أحبش أبدا حد يتدخل فيها. هو حضرتك جاية تعيشي معايا ولا جاية تراقبيني؟ ساعتها لقيتها بتقولي مالك بس يا بنتي، أنا بعتبرك زي بنتي بالظبط، ومش قصدي أتدخل في حياتك، قصدي يعني إن أنا بتكلم عادي، أنا عايزة أطمن عليكي. وقتها قلت لها معلش، انت كده بتتدخلي في حياتي. وفي الوقت ده كانت طبعا مش عاجبها كلامي، لما أنا سكتها تماما وبعدتها عني. لكن عدى الوقت وهي كانت بتراقبني أكتر وأكتر، وفي الوقت ده اضطريت إن أنا ما اتكلمش مع أحمد كتير علشان ما افضحش نفسي، وفعلا قللت المكالمات وحتى ما بقتش أقابله. قلت لما الموضوع يهدى شوية، لحد لما في يوم ساعتها كنت بتكلم في التليفون وقلت له مش معقول كده، ما أنا فهمتك على كل حاجة، وقلت لك إن أنا مش عايزة حد يعرف عني إن أنا بكلمك، أبوس إيديك ما تتصلش بيها تاني دلوقتي وأنا هكلمك. لكني اتصدمت قبل ما أخلص المكالمة لما الباب اتفتح عليا وحماتي هي اللي دخلت. وقتها قلت لها في إيه؟ أنت خضتيني على فكرة. لقيتها بتقولي باين عليكي قوي، بس أنا ما كانش قصدي يا بنتي، أنا كنت عايزة بس أقولك إن الأكل اللي على النار هيتقلب، وكمان الرز اتحرق. ساعتها قلت لها ماشي، دلوقتي أنا هروح أشوفه. وكنت خايفة جدا ومرعوبة إنها تكون سمعتني، لكن في الوقت ده كنت خلاص خدت القرار إن أنا فعلا هنفصل عن جوزي، وقررت إن أنا خلاص بكرة هروح أرفع قضية خلع على جوزي علشان أكون مطلقة منه رسميا. وفعلا تاني يوم رحت المحكمة، وكمان قدمت على قضية الخلع، ورجعت البيت عادي، وقلت إن أنا هستنى لما أخد الحكم بتاع الطلاق، وساعتها هفاجئ أبويا وأعرف أنتقم منه، وكمان في نفس الوقت هفاجئ أحمد علشان نتجوز أنا وهو. وعدى الوقت وأنا بعيش حياتي عادي، لحد لما أحمد بدأ يتصل بيا كتير، وفي يوم كان بيتصل كتير قوي زي العادي. دخلت الحمام عشان أرد عليه، وساعتها عاتبته عشان بيتصل بيا كتير وكده هيفضحني، وكل الموجودين هيعرفوا إن أنا ست خاينة وإني بكلم راجل تاني. لكني ما كنتش أعرف إن حماتي مستخبية وسمعت كل المكالمة، وده اللي خلاها تحرقني بالمية المغلية. وكمان لما فقت لقيت سيلفي قدامي وفضل يضرب فيا لحد لما فعلا كسر لي ايدي ورجلي، ده غير ان انا كنت محروقة في جسمي، ورماني وقتها في الشارع. ايوه، عشان كل الناس تتفرج عليا، ده بعد طبعا ما فضحني. وساعتها صعبت على راجل شافني بالمنظر ده ووداني المستشفى اللي عملوا لي كل الاجراءات. واول حاجة طلبتها اول لما فقت هو ان انا اكلم احمد. خليت الممرضة تكلمه، لكني سمعته بودني وهو بيقول مش عايز اعرفها تاني، وخلاص انا هضطر ان انا انساها زي ما هي لعبت بيا. وساعتها كان قاصد ان هو يتخلى عني. ندمت قوي على كل حاجة عملتها عشانه، وندمت على كل حاجة فعلا. تعبت كتير وقتها لحد ما خفيت ورجعت بيت ابويا. والغريبة ان بعد فترة قليلة جدا ابويا مات. اتخلصت من كل فلوسه بعدها، وبعد فترة من الشغل والتعب وان انا ندمت على كل اللي عملته، ساعتها اتعرفت على واحد تاني واتجوزته، وكان كويس جدا معايا وبتقي ربنا فيه، وعمري ما اتعلم اني اخونه ابدا. اصعب حاجة ممكن يعملها الانسان انه يبقى خاين، بيبقى رخيص قوي وما عندوش لا ذمة ولا ضمير، وحتى غضب ربنا عليه بيبقى في الدنيا وكمان في الاخرة. الخاين ما بينقص بس غير من نفسه، ويفضل طول عمره عنده وصمة عار، بيستعر حتى من نفسه ومن خيانته. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس
عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو أنت متابع